في سورة النور: من أطلق عينه للحرام عاش في الظلام وسلبت منه لذة الحلال وعاش فوق الأرض مستوحشا. والله ما تطلق العين في الحرام إلا ويعذب ذاك المطلق لها بالآلام. كم يمكث صاحب لذة الحرام من دقيقة وساعة وهو يتمتع بمقلتيه في الحرام؟ ثوان سويعات تعقبها الحسرات، يعقبها الآلام. ومن أشد الآلام أن يسلب الله من قلب ذاك الذي أطلق عينه في الحرام أن يسلب منه لذة الحلال، فلا تقنعه زوجته ولا تقع عينه إلا كالذباب أجلكم الله على الزبائل والقمائم. ذاك الذي يستدرجه الشيطان بخطوات النظر الحرام يجعل عينه مرتعها في المراحيض أجلكم الله، فلا يعيش في الطهر، حياته في العذاب، حياته حتى في تفكيره لا يفكر في الحلال، إنما يأتيه الزنا، وهو من منتجات الشيطان ومن خطواته. زنا يسمى زنا التفكير، حتى وهو يريد أن يقضي الوطر بالحلال لا بد أن يستصحب صورة من الحرام، وهذا حسبك به عذاب وألم، لأن الله أراد لعباده أن يعيشوا حياة العفة وحياة الطهر. ولذلك قال الحبيب: العينان تزنيان، نعم، ولن يزني الفرج حتى تزني العين. ولذا قال الحق جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وأتبع ذلك قال: ويحفظوا فروجهم. ما علاقة العين بالفرج؟ علاقة وثيقة، فمن أطلق العين لا بد أن تحدثه أو يشغله فرجه أو يشغله التفكير السلبي الذي لربما البعض منا عاجز أن يقطعه. ألا تلاحظون حتى المستقيم بداية استقامته ما الذي يعذبه؟ وسوسات الشيطان بذكريات أليمة ومشاهدات عفنة ومغامرات غير بريئة وعيون ونظرات خائنة تعذبه وهو يريد أن يسير إلى الله، ويأمره الشيطان أن يعيد النظر من جديد إلى خزان الاستوديو في جواله وإلى بعض المواقع في اليوتيوب، وأن يقلب بعضا من صفحات الفيسبوك، وأن يدخل على بعض مواقع تويتر، ويقول له: هي نظرة، والنظرة بريئة، والصورة لا تحرك شيئا. الفتاة أمامك، الفتاة خلف البحور وخلف المحيطات، ليست عندك، إنها أجنبية بعيدة. وما علم المسكين أنها السنارة والحبائل والأشطان التي يلقيها الشيطان ليسلب الإيمان. ولذلك تلاحظون معاشر الأخيار قول الحق جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ولذا قال العلماء رحمهم الله تعالى أن الإسلام أو أن الشارع الحكيم عندما أراد أن يحرم الزنا ودواعي الزنا وخطوات الزنا حرم كل الوسائل التي توصل إليه، حرم النظر إلى المرأة الأجنبية. ولذلك أمر الله في سورة النور بماذا؟ أمر بالحجاب، أمر بالاستئذان، أمر بغض البصر، أمر بالزواج، أمر بالعفة، أمر بعدم القذف، أمر بجلد الزاني والزانية، أمر باللعان وأحكام اللعان، كلها لتنقية المجتمع المسلم من براثن الشيطان. ثم وضع الأسوار، ومن أعظم هذه الأسوار وهي سور سد الذرائع للحرام. وتأمل معي في سورة النور، الله جل وعلا في سورة النور أمر أن لا نتبع خطوات الشيطان، ثم أمرنا بغض العيون الأبصار، ثم أمر المؤمنات أيضا بغض البصر، لأن البعض يعتقد أن الرجل هو الذي يغض البصر وأن المرأة لها أن تطلق عينها، وما علم أنه لا يمكن أن تقع جريمة الزنا على كوكب الأرض إلا برضا امرأة. ولذلك في الزنا في أول آية أو في الآيات الأول من السورة صدر سورة النور قال: الزانية والزاني. وفي السرقة قال: السارق والسارقة. لماذا قدم الزانية؟ لأنه لا يمكن أن يقع الزنا مطلقا بالتراضي إلا إذا رضيت المرأة.